في قرية صغيرة على أطراف القاهرة كان في بيت قديم مهجور. الناس كلها كانت بتخاف تقرب له وبيقولوا عليه بيت مسكون. لكن كان في شاب اسمه سامي شجاع وحب المغامرات، قرر يروح يشوف البيت بنفسه. في ليلة شتوية سامي دخل البيت والظلام كان مخيف. الأصوات اللي بتطلع من الجدران والرياح اللي بتصرخ في الشباك حس إن هو مش لوحده. في نص الصالة لقى كرسي صغير متحط على الأرض. جنب الكرسي كان فيه لعبة دمية قديمة وشكلها مرعب. فجأة سامي سمع صوت طفل بيضحك، لكن ما كانش فيه حد حواليه. الصوت جه من ورا الباب اللي بيودي للأوضة اللي في آخر البيت. سامي قرب من الباب وفتحه ببطء. في الأوضة كان فيه طفل صغير لابس هدوم قديمة وشكله غريب وعيونه سودا وبتلمع. الطفل قال لسامي: أنا هنا، بس مفيش حد شايفني. سامي اتجمد من الخوف وحاول يهرب، لكن الباب اتقفل لوحده. الطفل بدأ يحكي لسامي حكايته: أنا كنت عايش في البيت ده زمان، لكن حصل لي حاجة وحشة ومحدش عارف عني. أنا الطفل اللي ما كانش موجود. الطفل حكى إنه كان بيختفي كل ما حد يحاول يشوفه، وإن روحه محبوسة في البيت ده. سامي قرر يساعده وبدأ يدور على حاجة تفك اللعنة. لقى دفتر قديم فيه المكتبة مكتوب فيه تعويذة بتطلع الأرواح. سامي قرأ التعويذة والبيت كله ابتدى يهتز والأضواء طفت ونورت. الطفل ابتسم وقال: شكرا يا سامي. وفجأة الطفل اختفى والبيت رجع طبيعي. سامي خرج من البيت والناس لما شافوه قالوا له: انت جبت معاك حاجة؟ سامي بس ابتسم وقال: الطفل اللي ما كانش موجود دلوقتي رجع موجود. والمغامرة دي فضلت تحكى في القرية لحد النهاردة.